الجماهير وعرفانا بكل ما قدموه لفريق الأهلي، ذهبوا للفرحة معهم وتحياتهم على ذلك. ومعي الآن كابتن عبد الله السعيد، نجم من نجوم النادي الأهلي والمتوج بالكأس. ألف مبروك كابتن. الله يبارك فيك، الله يخليك. الحمد لله. تهدي الكأس لمين في البداية؟ اول حاجه طبعا نهديها لشهداء بورسعيد، والحمد لله يعني كان في اصرار على ان احنا نعمل حاجه كويسه ونقدر يعني نجيب البطوله دي عشان نريح اهالي الشهداء. وفي الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها الفتره اللي فاتت الحمد لله قدرنا ان احنا باصرار وبروح وبتركيز الحمد لله الفرقه تقدر توصل. السر النهارده كان ايه؟ والله السر النهارده مش النهارده بس، والله السر من اول ما بدات من اول ما الحمد لله كنا مصممين ان احنا نعمل حاجه، بنلعب على بطوله من اول المجموعات، مركزين عايزين نعمل حاجه. انت الظروف كانت صعبه عندنا في مصر جدا، الضغوطات كلها كانت علينا، بس الحمد لله مع مجلس اداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه الحمد لله كان في تركيز واصرار وتصميم ان احنا نقدر ناخد. هل كانت الخطه كابتن ان انتوا تنزلوا من البدايه في هجوم مستمر؟ طبعا احنا نازلين، طبعا احنا بنلعب على بطوله، الترجي بيلعب على بطوله، نازلين نلعب ماتش ان احنا نكسب. النتيجه كانت عندنا ايجابيه 1-1، كان لازم نكسب او نتعادل اكتر من 1-1، فاحنا كنا نازلين. حتى بعد ما جبنا الجون الاولاني كابتن حسام تعليماته ان احنا لازم ناكد بالثاني، كنا بنلعب مباراه هجوميه من الاول للاخر. الحمد لله دي ادتنا قوه، وكان اللعيبه مركزه جدا الحمد لله على خبره اللعيبه وعلى الاداء وعلى الروح والتصميم. في فرقه زي ما الترجي فرقه كبيره، بنقدر في ملعبها بنهاجمها وبنوصل اكتر بنجيب جوان وبنضيع جوان. الحمد لله الاداء كان عالي النهارده، اللعيبه كانت مركزه، كانت مصممه على حاجه. الحمد لله التوفيق طبعا كان من عند ربنا كرمنا الظروف الصعبه اللي احنا فيها الفتره اللي فاتت الحمد لله. الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك، الله يخليك، شكرا. زميلي محمد.